كيولي قوي بإذن الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. واللي تمسك بكتاب الله تعالى عمره ما يهون. في الحديث الصحيح المليح: فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوج حوايج ضمنهم لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوج: ما تضلش يعني ما تتلفش وما تضيعش على الصراط المستقيم، وما تهلكش ما يوقع لكش إبادة. فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بجوج بشرط شد في الصح ما تمسكتم به أبدا. أوليس هذا بخير؟ بل هو رأس الخير. حقيقة الكفار وحلوا مع المسلمين، اقتل اقتل اقتل، والمسلمين ينبتوا. يا ربي لك الحمد. حقيقة والله العظيم ماشي عجيب. أولا والله تعجب لهذ الفلسطينيين سبحان الله العظيم. فرغم الإبادات الواقعة على الشعب الفلسطيني لا يزدادون إلا تشبثا بحقهم، وقبل ذلك وبعد ذلك بدينه سبحان الله العظيم. ولذلك لا خوف أبدا، لا خوف على المسلمين ما دام التمسك بالكتاب يزداد قوة فيهم. ولهذا قال الله جل وعلا لكثير من أنبيائه وأمرهم أن يأخذوا الكتاب بقوة، كما قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال لهذه الأمة: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمسيك بالكتاب هو أخذ الكتاب بقوة، مش بيدك ولكن بقلبك وبعقيدتك وبرسخان إيمانك وباشتغالك تخدم به، وباشتغالك بالكتاب تلاوة وتدارسا وتدبرا. تعيش إذا محفوظا بإذن الله عز وجل في دينك وفي نفسك وفي مالك وفي كل محيطك. أبدا نسلك لا ينقطع، لأنك تشبثت بالمحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تشبثت بالمحفوظ، ومن تشبث بالمحفوظ فهو محفوظ. وهذا الكتاب بعد ذلك رحمة، والله يختص برحمته من يشاء. الرحمة كون هذا القرآن كذلك أي رحمة، لأن به أخرج الله المؤمنين من الظلمات إلى النور بإذنه. يعني بنادم غارق في ضلالة في تيه، فإذا به بحال واحد غارق في الماء شي قلتها أو بير أو بحر، وكتجبدو يتنفس ويجد واحد الراحة من بعد ضيقين وحراجين وذلة. هذه رحمة. ولذلك كانت الأمة قبل أن تكون أمة، يعني العرب من بكري كانوا في واحد الضلال وتيه، فأنقذهم الله من على شفا حفرة من النار، أنقذهم، وذلك هو الرحمة. والله يختص برحمته من يشاء. زيادة أن هذا القرآن خير، لأنه وسع لك الآفاق ديالك وأعطاك حصانة دنيوية وأخروية بإذن الله. يعني أعطاك من النعم ما لا قبل العقل به. هو كذلك رحمة، لأنك كنت قبله في عذاب وفي ضيق وفي شدة وفي حيرة وفي ظلمات، فباسمه الرحمن الرحيم أنزل القرآن. ولذلك كانت آية بسم الله الرحمن الرحيم تبتدأ بها كل سورة في كتاب الله ما عدا براءة. بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القرآن كله رحمة 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 رحمة. إذا ضاقت بك الدنيا فافزع إلى كتاب الله وجرب. تلقى راسك تغميت تهميت، جاك الوسواس القهري وقع لك اضطرابات، توضأ وضوء متقون أي إسباغ تسبيغ الوضوء واستقبيل القبلة، واقرأ كتاب الله تاليا أو مصليا، وتشوف كيف تتنزل عليك الرحمة، كيف تغشاك السكينة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كيف تتنزل عليك الرحمة، كيف تغشاك السكينة.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. القرآن رحمة بأوجه متعددة، ما تقدرش تقول الرحمة من هنا من هنا ومن هنا ومن هنا، أوجه متعددة للرحمة. يعني الرحمة كتجي عادة في السياق ديال كنت مزير وجا الفرج، مريض وشفاك الله رحمة، فقير غناك الله رحمة، خايف وأمنك الله رحمة، ضعيف قوك الله رحمة، ضال هداك الله رحمة، معدوم خلقك الله رحمة. والقرآن كذلك أخرجنا من العدم. القرآن خرجنا من العدم، لأن بنادم اللي ما عنده دين يعني العدم خير منه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، العدم خير منه. وهو بعد ذلك فضل، خير رحمة فضل. الفضل ينطبق أساسا على الخير وعلى الرحمة اللي تعطت لشي واحد ما كيستحقهاش ديك الساعة كيتسمى فضل. يعني كاين الحاجة إلا خدمت وكتجازى، هذاك الجزاء شوية من اللي كيجازيك مثلا حسنة، يعني درت واحد العمل عطاك حسنة، شوية كيقول كل حسنة ب10 أمثالها. منين جاتك 9 وانت درت واحد يعطيك واحد، اللي دار سيئة كيعطيه سيئة، اللي دار حسنة كيعطيه حسنة شوية ويزيدوا 9. هذيك 9 كلها تسمات فضل، لأن ما عندكش الحق تاخذها، لأنك ما درتهاش، ولكن ربي كيتفوبر عليك، كيتسمى فضل. يعني غير زيادة من عنده سبحانه وتعالى، فضل. القرآن توا فضل. علاش داروا العرب؟ اش من خير داروا باش يجيهم القرآن؟ كانوا شر الخلق، غير وحوش كانوا، بعضهم يقتلوا بعضا ويسفكوا دم بعضهم ويئدون بناتهم، والقوي يأكل الضعيف، ما فيهم ما يتشاف. ولا الوحوش خير منهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا بك يجي القرآن نور، فضل. ما داروش علاش باش يجيهم القرآن، إنما فضل من الله عز وجل. ولا احنا ولا الذين قبلنا ولا الذين بعدنا، إنما هو فضل. والله ذو الفضل العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كيعطيه هو للي بغاه. ولذلك لا يملك المؤمن إلا أن يكون من الشاكرين لله إزاء القرآن الكريم. وشكر الله على القرآن تلاوة القرآن. يعني ما يكفيش تبقى الحمد لله على القرآن مزيان، ولكن اقراه. شكر الله على النعمة أن تشتغل بالعبادة التي توافقها، والعبادة التي توافق القرآن الكريم التلاوة التدارس. الله على النعمة أن تشتغل بالعبادة التي توافقها، والعبادة التي توافق القرآن الكريم التلاوة التدارس والتدبر. خدم به حياتك، خدم به عمرك، خدم به الأسرة ديالك، آنئذ تكون من الشاكرين. اللهم اجعلنا وإياكم من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الوسيلة الثانية